بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، فيديو جديد حصري على قناة أخوكم سعيد المحجوبي، اللي دايما بيبحث لكم عن السعادة والأشياء اللي هي تريح نفوسكم. والنهاردة يا جماعة طبعا الفيديو الأخير لينا كان من البحر والدلافين، والنهاردة بقى يا جماعة جايين فيديو تاني أجمل وأحسن من كل الفيديوهات السابقة، لأنه على نيل مصر العظيم، هبة الله لمصر والمصريين. هذا النيل العظيم اللي هو كمان يا جماعة نهر من أنهار الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وآدي يا إخواني منظر رائع من على شط نيل مصر العظيم، وادي الأشجار وادي الخضرة والألوان الزاهية. فيديو رائع يريح القلب ويطمئن النفس للناس اللي تشعر بالكآبة وعايز مكان يغير فيه جو أو يشوف فيه مناظر طبيعية جميلة خلابة. وآدي شجرة عظيمة، الشجرة دي على فكرة شجرة عتيقة، يعني عمرها سنين. وآدي مزارع النخيل والمزارع على شط نهر النيل مصر العظيم. آدي النخيل وآدي منظر رائع. دي يا جماعة جزيرة في مصر هنا، طبعا ما هتعرفوها، اسمها جزيرة بيرخل، يعني جزيرة عظيمة جدا على نهر النيل، بسيطة، عدد سكانها قليل، هي في مدينة الصف محافظة الجيزة. آدي النخل، آدي الزرع، منظر طبعا رائع. وده تصوير أخوكم سعيد المحجوبي، يعني عشان محدش يقول ده احنا جايبين الفيديوهات دي من أي مكان تاني، لأ، ده تصوير إيدي. وآدي النيل، مية زرقاء أهي. وطبعا عارفين النيل ده نهر عظيم مليء بالخيرات، وطبعا بيجري في دول كتيرة جدا، ومصر تعتبر هي بلد المصب. وادي شوف الاشجار، طبعا دي الشجره دي نبته على النيل، شجره عظيمه جدا كبيره، ارتفاعها اكتر من 7 أو 8 امتار. وادي النيل، الله، كمان بقى لو معاك مركب وتنزل للنيل وتتمتع بالمياه العذبه. وادي يا جماعه الاشجار، لو معاك بقى كمان فرش تفرش تحت الشجره الجميله دي وتقعد فيها. وادي النيل اهو، ادي الزرع على شط النيل. طبعا يا جماعه نسال الله انه يحفظ مصر والمصريين، ويحفظ لها نيلها العظيم، ويحفظ للمصريين نيلهم ومياههم ويحافظ عليهم. ويا جماعة احنا بندعوكم جميعا للخروج للنيل والنزهة عليه، طبعا نعمة عظيمة جدا من نعم ربنا علينا. وبندعو المصريين جميعا للحفاظ على نهر النيل، لأن من المناظر المخزية القمامة والأشياء اللي بتترمي في النيل دي حاجات ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، وكمان بتأثر على صحتنا وصحة أولادنا والزرع والماء اللي بنشربه. وأخوكم سعيد المحجوبي يتمنى لكم مشاهدة طيبة مع باقي الفيديو، وبيتمنى لكم صيف سعيد مطمئن، وبنتمنى لمصر السلامة والخير والرخاء، وان ربنا يحافظ على مصر وشعبها وعلى مياه النيل من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. واشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. اخوكم سعيد المحجوبي، والسلام عليكم ورحمة الله.